أي طبعا هذه قصيدة نصفها حدى ونصفها نثر. طيب بس كثرنا الحدى. عبد الله ما من ثلثين عشان ابو عبد الله. وارفع صوتك عشان عم ابو حمد يبي يسمعك. واعطونا صدى يا اخوان. نمشي نراقب على القصيده صار الدعوه هاللون. الله يعون. لازم نرضى بالواقع. الله يعون ان شاء الله. الله يوفقك. يلا وش يقول الجميع. يا الله يا عالم الاسرار يا والي يا خالق الخلق يا عالم بالاحوال ويا مرسل الانبياء للناس تنذرهم وتامر بتوحيد رب واحد عالي ويا منزل الذكر حتى الناس تعمل به من دون تكذيب او تسويف واهمال رحمتك يا خالقي عالم بتقصيري نسألك عطفك بنا في يوم الأهوال يوم القيامة يروع الناس من هوله يوم عبوس يشيب رؤوس الأطفال هو اللي عمل خير في دنياه يبشر به في ساعة ما يفيد الجاه والمال ما ينفع العبد غير الصدق مع ربه ودليل صدقه بفعل خير الأعمال ما ينفع العبد غير الصدق مع ربه ودليل صدقه بفعل خير الأعمال. يا واحد غرتك دنياك والصحة والموت ما يوم يخطر لك على البالي والله لتموت وتسافر عن الدنيا سفرة طويلة بلي مال وعيالي وقدامك القبر يا مسكين تسكن به من بعد مسكنك قصر شاهق عالي وتصير مبعد عن الدنيا وهاليها في وسط قبر عليه الرمل ينهالي ما معك غير العمل كان العمل طيب ربحت في سفرتك يا الطيب الغالي وإن كان خفت موازينك خسر حظك في يوم ما ينفعك عما ولا خالي والقبر حفرة جحيم وانت في جوفه ويضيق حتى يحدك جال معجالي ومن بعدها النار يوم الحشر تدخلها فيها حميم وزقوم لها صالي. يا الله رحمتك يوم الناس تسألهم في ساعة يحشر الأول مع التالي والصحف تنشر ويظهر ما كتب فيها يعلم بها ربنا علام لا جالي. يا ناس خاف العذاب إلى متى الغفلة لابد ينزل بنا قطاع على مالي وصلوا على محمد المختار سيدنا شفيعنا المصطفى في يوم الأهوال.